كالعادة يا بنوتات رجعنا بفيديو جديد وروتين جديد. اليوم روتيننا بتعزيل الحمام قبل رمضان، تجهيزاتي واستعداداتي لحتى باكر برمضان. ما راح أعزل ولا راح أمسح حيط أبدا أبدا. هذا الفيديو لا تضيعون منه ولا لقطة. هذا الفيديو عن جد حلو، وبنفس الوقت فتحنا بيه باكجات، اشتريت شغلات للحمام، يعني هيش منظمات للحمام. حاولت قدر الإمكان أسوي الفيديو أكثر من فقرة. بس حرفيا ما أنا عارفة أنا منين أبلش الحمام. صار لي 3 أشهر ما نظفته تنظيف عميق. هذا القراضي اللي جبتهن صحيح ما قلت لكم مرحبا، شلونكم حبايب قلبي منورين قناة، الله يسعدكم. شوفوا هاي راحة نفسية والله، اشتريتها بس على شكلها. ما أعرف مشان إيش، بس حسيتها ارتحت لها وجبتها. شلون انتي لما تروحين على محل ترتاحين لقرض مع انه ما تعرفين ليش ومو لازم، فبس مجرد اني شفتها ارتحت لها، حسيت ملمسها هيك راحة نفسية فقمت جبتها. هذن المنظمات يا بنات، هذن رفوف مشان الحمام. حسيت راح يشيل لي كثير قراض، لانه الشامبويات وتعرف من بعد شغلي بشركة فارماسي، صراحة حبيت أجيب أكثر من نوع من البلاسم والشامبويات اللي بالشركة، فصار عندي شوية ضغط بالحمام، صار بدي رفوف أكثر. هنا تعال شوف وين بدي أحطهن، لسه ما بلشت أنا أصلا، لسه ما عزلت. ما أعرف وين بدي أبلش. طبعا لفيت الشال شيت إنه ما يسحل، حاولت قدر الإمكان ألفه لورا. هنا ما يفوتن ببعض سبحان الله، مع إنه هن كانوا بقلب بعض بس ما يفوتن بقلب بعض. هاي زاد من ضمن المشتريات اللي اشتريتها. هاي طبعا مو للحمام، هاي شفتها هيك بسعرها 35 ليرة، قلت لحالي لا والله بدي أجيبها رخيصة. ما بشي مغبي عليكم انتم. وهذا السطل مشان التعزيل، هذا مشان احط بيه الحز مية الكلور ومية النظافة، ونبلش دعك وفرك معك. والله علي الله علي، هذا انا اشتريتن تون وقت رحنا جبنا القراض مشان الحمام. هنا طبعا حاول قدر الامكان احط القراض اللي لازماتني فوق الغسالة لحتى انظف اول شي، وبعدين شوفن يا بنات رفوف يعني دمار دمار، كله بده تنظيف عميق يعني كلور. آخر شي حسيت الكلور خنقني بعد ما خلصت، والله حسيت حالي ما أقدر أتنفس. فتحت الشباك وصرت أستنشق الهواء. هنا يا الله والله ما أعرف منين ببلش، بس الحمد لله يعني. المهم الحمام شوي عجقة وبيه قرات كثيرة، فمشان هيك يعني، والحمد لله رب العالمين. أنا ماني معزلة تعزيل عميق من شي 3 أشهر أو يمكن شهرين، والله ما أعرف، 3 أشهر شهرين ونص هيك شي. شوفنا الجو. على فكرة أطلالة الحمام تجنن. أنا أحيانا أفتح الشباك الحمام بس لحتى أتفرج على الجو الحلو. وهنا صاير بيت مفتوح جوانا، أحيانا حتى تلاقون بيه بساس، بيعدهم دجاج، بيعدهم حركات يعني بالحوش هذا غير شكل. بس عن جد يعني الجو حلو برا اليوم. شوفنا هذه مية المطر شلون تسوي. هذا إذا أغسله كل يوم بشتاء تلاقينه نفس الشي، لأنه ينزل من الحيط ينزل على الشباك. طبعا هذا الطلبيات أنا موصية على منظفات منزلية من شركة فارماسي، فقلت يلا هن جايات أحسن ما أشتري من الماركت، ومن اليوم راح أخذ طلباتي كلها من الشركة، لأنه بيعدهم منظفات وكتير كويسة. هذا المنظف كتير والله يعني استخدمته هو بالتنظيف اليوم، وعلى فكرة طلع كثير كويس يعني. هذا سائل جلي، وهاي الحبيبة الحنونة وصلت. هذا البكش هذا صار لي استناه 3 أيام. هذا واقي شمس يا بنات اللي بإيدي، واقي ليلي. هذا كريم تحطينه بالليل تفيقين الصبح تلاقين وجهك مراية. والمجموعة اللي شوفتش إياها بالأول هاي مجموعة الزنبق، زاد راح تجينا بغير فيديو بس زاد تجنن. هذن الباكيجات هذن لي أني، وبيزاد نفس مجموعة الزنبق وصيت منها لصديقتي لأنه كتير كويسة. وهاي مجموعة مشان حب الشباب. المهم ما راح اشرح لكم عنهم كثير، بس يعني بالمناسبة لأنه أنا دا أشوفكم لازم شوي أشرح عن الموضوع. هذا المسكرات جني هدايا، والعطور جني هدايا، وهذا فيتامينات الأطفال اللي أنا وصيت عليهن. طبعا دا أتفحص الطلبية اللي جتني قبل ما نبلش يا بنات الروتين المتعب. والله
بس يلا معلش، بالنهاية لما تشوفيني شلون المكان يصير نظيف وريحة النظافة هيج تنعنش، عن جد تحسين نوعا ما إنش نسيت التعب. أنا من هذول الناس اللي بس شافت النتيجة تنسى تعب الساعات اللي اشتغلته بالبداية. الفيديو أنا يجوز ماشي معي 4-5 ساعات شغل، والله حرفيا مزغرت لكم إياه بمدة 10 دقايق. شوفن يا بنات، تخيلن يعني شقداني مسرعة بالفيديو، شقد محاولة قدر الإمكان أشوفكم الشغلات المهمة. بس طبعا هنا هذا البخاخ جبته لحتى أجربه، هاي أول مرة أستخدمه. والله بخيت منه بأماكن قبل، شقد تعبت إني أروح بهيج شي مثل اللون أصفر، ما أعرف إيش هو، من وقت ما جينا على البيت. فلما بخيت وعفت شغلة 5 دقايق، بعدين فركته بالفرشاية هاي تبع الأراضي، والله راح. والحنفيات طبعا ما قدرت يعني إلا بالليفة لحتى ينضفن. تعرفين البخار أحيانا يخلي المكان يصير كأنه دسم، ليش؟ من البخار. وهنا أفرك ودعك ومعك، وأفرك ودعك ومعك، بس عن جد الحيط طلع يمري. شوفن فاركته تجي 3-4 أدوار، طلع يمري. يعني شلون لما أمي تقول لي بدي أشوف وجهي بالحيط اليوم، لو تيجي أمي تضحك على الحيط تشوف وجهها بيو. هاي شلون نتيجة النظافة، يعني الواحد إذا ما شفتي وجهش بالحيط معناته طيب ولي مزرقين البيت زريغة، شلون تريد تشوف وجهها بالبيت؟ يا الله بالحيط. هنا عاد بلشت الدنيا تصير مغرب، بس شوف إنه الله تحسن لوحة فنية، مو هنا اللوحة الفنية هين، شوفن تحسن رواق هدوء. بدأ بس فنجان القهوة واني ملتهية بالتعزيل. آخ على عمري اللي ما اللي راح بالشغل، والله أنا عمري راح بالشغل، مو أني كل نسوان يعني إحنا عمرنا رايح بالشغل. يا الله ليش هيك حظنا؟ ليش الحياة كلها متعبة؟ أحس ما أعرف شلون، أحس حياتنا رايحة كلها شغل. الحمد لله يعني، الحمد لله يا ربي إحنا عايشين أحسن من غيرنا، بس والله حياتنا راحت بالشغل. بدل ما أنا الحزكون بالكافيه مع جوزي قاعدين، والله ما أعرف، يعني الحياة كلها تعزي. طبعا يا بنات طبعا يا بنات هين دا أحاول أقنع نفسي إنه هاي تنفعني بشي. مين مثلي أحيانا نجيب شغلة ما لها داعي تحاول تسوي لها داعي مشان ما تحس حالنا مخدوعة. بس على فكرة هاي السيورة الحمام من فوق لمعته، والله صار يلمع. يعني أنا مو جايبتها على الفاضي، يعني نفعت ها حرفيا نفعت. شوفن هاي أتوقع الحبيبنا يجوز يجي يدخل يقول لي راها فايلة لشي، أنا صراحة ما عرفت ليش. ظهري طق هنا والله مكثر التعب. يا بنات هاي المجموعة التغت من شركة فارماسي، هاي المجموعة تجنن يا الله، يا ريت يرجعون ينزلون هاي المجموعة اسمها مجموعة العروس. يا الله يا بنات معطرة الجسم اللي بيها. الحمد لله انه مرة جتني وحدة هدية، ومرة رحت تاني وصيت على وحدة باكيج، هي تجي 4 قطع، هاي يسمونها مجموعة العروس، بس ايش الحز لاغينها من الشركة والله ما اعرف ليش. يا الله شقد حلوة، شقد ما اشرح لكن عنها احس قليل بحقها من جد. والمجموعة الثانية هاي شامبويات وبلسمات الزرقاء، زادين بدي اجربها. شوفن النظافة، شوفن ايش قد نظيفة. نظيفة وكلها الغبرة طلعت من الشباك عجلوني وسخة. هاي مية المطر، ما اسمح لأي حدا يقول عني وسخة، هاي عن جد يعني عيفكم من المزح، هاي مية المطر. تمام خلاص. هنا غيرت نوعية التاي، لأنه التاي اللي هو دواء الغسيل غيرت النوعية لأنه هذيك المرة حسيتها مي كويسة، فجبنا من هاي النوعية لربما تكون كويسة. بعد ما ليفت الحيطان الحمد لله. على فكرة أنا عندي الحمام كبير، مشان هيش لو منعزله كأنه عزلت الصالون، والله لو منعزل كأني معزلة الصالون، وخصوصا يعني كل شي بيه وبده فرق. تعرفين حتى الحيطان بدش تلحين عليه لحتى ينضفن.
عاد بعد ما خلصنا بدنا نصفصف الشغلات يلي لازم تضل بالحمام. هاي مجموعة الزنبق يا بنات، هاي لتفتيح البشرة. صراحة أني كتير حابة إني أجربها لأنه بنات كتير نصحتني بيها، فقلت لحالي راح أجربها وإن شاء الله يا ربي إذا بي عليها نتيجة. يعني أكيد هي بي عليها نتيجة لأنه كان ما نصحني بيها البنات اللي داخلات قبلي واللي مشترياتها، وعليها تسوق كبير يعني. يا سلام، مرحبا. شفتم المراية هاي اللي كانت قبل شوي مأنشحة؟ الحمد لله صارت نظيفة. الاعتراف بالذنب فضيلة. شفنا الحركات، شفنا التكات. يا أخي فنانة، ليش يعني حتى بالتصوير فنانة. يا الله، المجموعة هاي يا بنات ادعلي انها ترجع. يا أخي والله العظيم صايرة خايفة انها تخلص، عن جد خايفة انه المجموعة تخلص. وهاي حلوة ويعني لساني جديد مبلشة بيها، بس هاي ما بيها السبري تبع الجسم، بس حلوة يعني مع ذلك حلوة. آخ على النظافة، شي روعة، شي يا تكاته يا حركاته. الله. الله الله. شوفنا الألوان. على فكرة ما خليت حتى فراتشي معجون أسنان غسلتهن، ما خليت ولا شي. هنا عاد بعد ما خلصت الحمد لله رب العالمين، خلصنا الجولة صورت لكم. والله يعني انظلم المكان لأنه ما قدرت أصور مزبوط. يعني اللي يفوت على الحمام صار يشوف حاله حتى بالسقف من كثر ما صارت النظافة نظافة. وهنا عمر الله يسعده جايب لنا شاورما من العصر، بس أنا كنت مبدية التعزيل على تشل. فين صارت الساعة يمكن 10:30 بالليل حتى تعشيت الحمد لله. مشان هيك كان صاير وزني نهار نازل نهار طالع، لأنه أحيانا أتعشى متأخرة. والله يسعدكم حبايب قلبي، إن شاء الله ما أكون طولت عليكم الفيديو. ولا تنسون تحطوا لايك وتشتركون بالقناة إذا مو مشتركين، وباي مع السلامة.